مرحبا. حل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم الجمعة بجدة لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها 32 في المملكة العربية السعودية. وهذه صور تذكارية لاستقبال سمو ولي العهد قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في مقر انعقاد القمة العربية. بعد أن اكتمل وصول قادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركون في هذه القمة قبل قليل، وكان في استقبالهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. وهذه القمة العربية العادية 32 التي تأتي في ظروف مهمة، وأيضا وسط أجواء تفاؤلية من قبل الأوساط السياسية والدبلوماسية والمراقبين لهذه القمة لما تحمله من ملفات، وأيضا لما سبقها من جهود دبلوماسية كبيرة قامت بها المملكة العربية السعودية من أجل لم الشمل العربي وأيضا المصالحة. ربما هذه القمة تأتي تحت عنوان تصفير الأزمات والصراعات في المنطقة لتبدأ المنطقة العربية عهدا جديدا نحو التنمية ونحو ازدهار شعوبها، وهو الهم العربي الذي يحمله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.